أنهت لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيارة المعاينة التي قادتها إلى الجزائر من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات لاحتضان بطولة إفريقيا للمحليين مطلع العام المقبل، حيث وبعد أن تمت معاينة ملعب ميلود هدفي بوهران، قام أمين عام الكاف رفق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جوهيد زفيزف وعدة مسؤولين آخرين بالتنقل إلى عناب، قسنطينة وكذا ملعب الخامس من يوليو بالعاصمة. موسينجو أبدى رضاه عن حالة الأرضيات والمرافق وكما كان عليه الحال خلال زيارته لملعب وهران، فقد أبدى أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيرون موسينجو عن إعجابه لما تم إنجازه من أجل احتضان بطولة الشان مطلع العام القادم، حيث بقي منبهرا بالإمكانيات التي تم توفيرها من أجل إنجاز مرافق ذات طراز عالمي والتي سيكون دورها كبيرا في إنجاز المنافسة القارية التي ستحتضنها الجزائر. موسينجو: الشان سيكون ناجحا بالنظر لما شاهدته من تحضيرات. وفي تصريح له عقب زيارته للملاعب المذكورة، فقد أكد أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيرون موسينجو بأن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ستكون ناجحة على كل الأصعدة، حيث قال لوسائل الإعلام بهذا الخصوص: حسب ما شاهدته من خلال زيارتي لمختلف الملاعب التي ستحتضن المنافسة والمرافق التي تم إنجازها، فإنني متأكد من أن بطولة الشان ستكون ناجحة وستكون من أحسن الدورات التي تم تنظيمها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.